السلام عليكم في فيديو جديد بعنوان تاريخ نشأة الحدائق. هي الحدائق ليها تاريخ؟ طبعا ليها تاريخ. تعرف ان النباتات وجودها ظهر على كوكب الارض قبل 500 مليون سنة؟ وفي السلسلة دي هنبسط ونلخص تاريخ الحدائق في كل العصور من اول العصر الفرعوني لحد دلوقتي. معاكم مهندسة أميرة طه، تابعوا الفيديو. أهمية معرفة تاريخ نشأة الحدائق. هو انا لو عرفت تاريخ نشأة الحدائق انا هستفاد حاجة؟ طبعا هستفاد كتير. اول حاجة هتاخد فكرة عامة عن نظم الحياة الاجتماعية في العصور القديمة. كانت ايه اهتماماتهم، ايه العناصر اللي اهتموا بيها في الجاردن بتاعتهم. هعرف اذا حصل اتصال ثقافي بين حضارات مختلفة ولا لا، وده هعرفه ازاي؟ سهلة، لو الفنون اتنقلت من حضارة قديمة لحضارة احدث ده دليل على الاتصال بين الحضارتين. مثال على كده انتقال الفنون من الحضارة المصرية القديمة للأشوريين ومن بعدها للفرس، وبكده حصل اتصال بين الثلاث حضارات. ممكن اقتبس فكرة من الحضارات القديمة وطبقها في تصميم حديث، وده حصل في حديقة الفردوس في القاهرة، استوحوا التصميم بتاعها من حديقة الأندلس. السلسلة دي هتكون عبارة عن فيديوهات منفصلة لكل عصر. هندرس الحدائق الفرعونية، الحدائق البابلية والأشورية، والحدائق الفارسية، والحدائق الهندية، والحدائق الرومانية والإغريقية، الحدائق الإسلامية أو الأندلسية، واليابانية، والحدائق بتاعة أوروبا الغربية في العصور الوسطى، ودي كانت 3 أنواع، عندي الحدائق الفرنسية والإنجليزية والإيطالية، وأخيرا عصر النهضة الأوروبية. لو حد عنده أي استفسار يسيبه في الكومنتس. كانت معاكم مهندسة أميرة طه.